يعني انت كزملكاوي محتاج يكون عندك بعد نظر لقدام وتتعلم ازاي يكون عندك رؤيه لقدام. بمعنى ايه؟ النهارده في ماتش الزمالك في الكاس واللي بيخرج منه الزمالك النهارده من دور ال 16، لازم تحط اللعيبه بتاعتك في الحته بتاعتها، او تحط اللعيبه بتاعتك في حجمها. انت عمال بتسوق كل شويه ان اللعيبه ديت يعني كويس ان هم بيلعبوا، كويس على الزمالك ان هو بياخد ماتشات وان هو بيكسب وشويه، وكويس ان احنا بنلعب بالطريقه ديت، وكويس ان احنا يعني كويسين وبنلعب كوره ومش عارف ايه. انت هنا بتدي رساله للعيبه سلبيه انه يا جماعه احنا مش مطلوب منكم حاجه خالص. يعني عادي جدا انك تخرج من بطوله زي الكاس، يعني عادي جدا ممكن تتغلب اي ماتش زي ماتش زيسكو وزي ماتشات تانية كتير. تمام؟ انت بتحط اللعيبه في وضع يكاد يكون بدون مسؤوليه، ويكاد يكون بدون اي ادنى تفكير عن عواقب الهزيمه. فبالتالي عادي جدا انه الزمالك يخرج النهارده من كاس مصر. تمام؟ وبالتالي ما تروحش بخيالك بقى بعيد قوي وتفضل تتكلم على انه احنا كويسين قوي كده، واحنا الماتش ده عملنا مش عارف ايه فاحنا عملنا اللي علينا، والكلام ده كله مش حقيقي. الكلام ده كله يا جماعه بيبين ان الزمالك ما زال فيه مشكله، برغم بعض اللعيبه الموجوده اللي انا شايف ان هي بتعمل اللي عليها وبتأدي اللي عليها، ولكن كمنظومه كامله احنا عندنا مشكله كبيره جدا كمنظومه كامله. النهارده وانت بتخرج قدام فتره وهي يعني فرقه ما هياش يعني اي كلام، فرقه تقيله. النهارده وانت بتخرج قدام سيراميكا كليوباترا محتاج تعيد النظر في الفرقه كلها، محتاج تفضل تتكلم وتدي نفخ للعيبه او بعض اللعيبه في الفرقه، وتدي نفخ للجهاز الفني، وتدي نفخ للعيبه انك عملت اللي عليك، وانك كده يعني ليس في الامكان ابدع مما كان، احنا هنعمل اكتر من كده، وكويس الظروف اللي بيمر بيها الزمالك. فبالتالي يا جماعه الكوره في الملعب، الكوره في الملعب، وبالتالي لعيبه قدام لعيبه و11 لعيب قدام لعيب بيلعبهم. فبالتالي بلاش نوسع يعني الموضوع قوي عشان ما يمطش مننا ويفرع في وشنا كل شويه. وده اللي بيحصل. بتكسب ماتش 5 قدام مش عارف كهربائي الاسماعيليه، بتعمل فرح وهليله. تمام؟ بعدها على طول بتخسر من اخر حصاله المجموعه في الكونفدراليه ديسكو، فبالتالي بتنزل على وشك. بعديها قدام سموحه مسيطره وعامله ماتش عليك، فانت بتكسب فبتقول بس انا عملت ماتش ما حصلش. كل الكلام دوت مش حقيقي. كل الكلام دوت ما بيخلكش انت كمشجع بتحط الفريق على ارض الواقع، وبالتالي تقدر تبني فرقه على يعني نقول صدق وقوه ومتانه